بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أتكلم عن برنامج أو الصفحة اللي إن شاء الله فاتحها لخدمة الجميع إن شاء الله، وهي تفسير الأحلام. وطبعا زي ما احنا عارفين إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما تبقى من النبوة إلا المبشرات. وقيل: ما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤى. فطبعا تردد كتير قوي للناس، وخصوصا ان هم يعني محبين للموضوع ده بالاخص، انهم يقروا كتير. ففي كتير يعني حبها كهوايه ان تكون هي مجرد اطلاع ليه. في برضو من الناس اللي هو فكر في انه يقدر من خلال قرايته لتفسير الاحلام انه يفسر بعض الاحلام بتاعته. لكن طبعا هي تعتبر ملكه او موهبه يخصها الله سبحانه وتعالى لبعض من عباده وليس لكل عباده. فإن شاء الله هنتطرق كتير قوي في تفسير الأحلام، لأن في الأحلام في ناس بتحلم بأشياء في السماوات، وناس بتحلم بأشياء في الأرض وما بينهما طبعا، لأن السماوات مليئة، فمثلا فيها السحاب والنجوم، فيها الشمس، فيها القمر، وفي الطيور. وبالنسبة للأرض فيها كل الكائنات الحية، وفيها الجماد. وإذا تطرقنا لبعض من الأحلام الدينية مثلا، ففي بعض من الناس بيحلم بالأنبياء والرسل. في منهم شخص بيكون عنده علم ببعض الرسل، فيشوف في منامه رسول من رسل الله. وزي ما احنا عارفين طبعا ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان الشيطان ما يقدرش يتمثل في صورته، فمن رآني فقد رآني حقا. وكتير من بعض الأحلام اللي هي بتكون بتؤرق صاحبها، خاصة الأحلام الجنسية. تلاقي شخص بيحلم أحلام لها علاقة بالنكاح والزواج، سواء في حد يحلله، أو إنسان شاب مثلا أو رجل يحلم ببعض من المحرمات دي. ففي من الناس بيحلم بإنه يباضع أو يجتمع مع زوجته أو بنته أو أخته. فطبعا في منهم بيلجأ إنه يحكي حلم زي كده، فهو ما بيقولوش تفسير عنه. مثلا في موضوعين خلال قرايتي أو العلم البسيط اللي عندي في تفسير الأحلام، أن الطلاق والموت يعتبروا هما الاثنين قريبين لبعض، أو أحيانا يكون كل منهم هو مؤشر للآخر. لأن مثلا شخص يشعر أو يحلم إنه طلق زوجته، فمش بالضروري يكون طلاق بمعنى فعل الطلاق، ولكن هو ممكن يكون موته منها، يعني مش بالضروري موت فعلي، هو ممكن يموت أو العلاقة اللي بينهم هي اللي بتموت. ففي شخص بيحلم بالطلاق فيكون الطلاق هنا معناه موت، وفي شخص بيحلم بالموت يكون الموت نفسه هنا بمعنى الطلاق. فأدعوكم إن شاء الله، دي تعتبر مقدمة للصفحة بتاعتي إن شاء الله، وأتمنى إن تكون يعني فيها إعجاب ليكم، وربنا يوفقني إن شاء الله. شكرا.